الوزير عبد اللطيف وهبي يعبر عن استغرابه من امتلاك أحد رؤساء الجمعيات لمحاربة الفساد سيارة فاخرة وفيلا، رغم كونه لا يشتغل ولا يعرف له مورد مالي مشروع، مشيرا إلى وجود تناقضات تستدعي الشك والتساؤل. وهبي يرفض ما سماه لعب دور الملائكة من بعض الفاعلين المدنيين والسياسيين، مؤكدا أن الفساد لا يقتصر على المنتخبين بل يمتد حتى إلى من يدعون محاربته. الوزير وجه رسائل قوية للأحزاب السياسية، مطالبا إياها بتقوية هياكلها والدفع بمرشحين نزهاء والمنافسة بطرق نزيهة بدل اتهام الآخرين بالفساد فقط. ختم الوزير مداخلته بالقول: إن الواقع مر، في إشارة إلى التناقضات التي يعيشها المشهد السياسي والمدني، ودعا إلى تجاوز الشعارات الفارغة نحو إصلاح حقيقي وشفاف.